السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم ايمان من قناة ايمان شانل. جايه لكم النهارده بوصفة تحفة جدا. هنعمل مع بعض كده حاجة شبه اللي احنا بناكلهم في الكافيهات بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. هنعمل مع بعض كيكة السينابون. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، يا ريت لو عجبك الفيديو تدوسي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد اعمله. وكمان لو انتم متابعيني من صفحة الفيسبوك اعملوا متابعة ونوروني بكومنت حلو زيكم علشان اعرف انتوا بتتابعوني من انهي بلد. وتعالوا يلا بينا على الوصفة ونشوف مقاديرها ايه. في البداية كده هنحط في الخلاط بتاعنا كوباية من اللبن، وبنفس الكوباية هنعاير بقية المقادير. هضيف عليهم كمان كوباية من الزيت، ويا ريت يكون زيت نباتي ونضيف ملوش أي ريحة تكون مختلفة. هنحط عليهم كده كمان كوباية من السكر. هضرب المقادير دي كلها في الخلاط لحد ما القوام بتاعها يتقل. هاخد بقى من الخليط كوباية منه وهشيلها على جنب، علشان الصوص الأبيض اللي احنا هنزين بيه كيكة السينابون. هنعمله بطريقة اقتصادية جدا وطريقة سهلة قوي، مش هتحتاجي ان انت تضيفي لا جبن ولا زبدة ولا اي مقادير تكون مش متوفرة عندك في البيت. هضيف بقى على باقي المكونات اللي في الخلاط 3 بيضات، هكسرهم كده وضفت عليهم كمان كيسين من الفانيليا. لو انت حابة تحطي فانيليا سايلة ده في ايديكي جدا. بعد كده بقى هنضيف معلقة كبيرة من الخل. هناخد بقى المكونات دي ونضربها في الخلاط لحد ما تمتزج معانا كل المقادير اللي احنا قلناها. هناخد بولة بقى ونضيف فيها المقادير السايلة بعد ما ضربناها في الخلاط كويس جدا. هناخدها بقى كده ونصفي كل المقادير دي في الطبق، وبعدين هنضيف المقادير الجافة عليهم. هنحتاج للمقادير الجافة بتاعت الكيكة دي كوبايتين إلا ربع من الدقيق. هضيف كده أول كوباية من الدقيق وهحط عليهم كيس كامل من البيكنج باودر. لازم الأول المقادير الجافة ننخلها كويس جدا علشان الكيك يدخله هوا ويبقى هش معانا. طبعا مش عايزة اقول لكم ان معلقة الخل اللي احنا ضفناها مهمة جدا، لان هي اللي هتخلي لي القوام بتاع الكيكة عالي، وكمان هتلاقي القلب بتاع الكيكة ابيض. ضفت كده بقى كوباية الا ربع من الدقيق التانية، وهقلب بقى وهشوف قوام الكيكة بتاعتي. لو لقيتيه وصل للقوام السائل اللي هو مش سائل خالص ومش تخين، يبقى هو ده القوام المظبوط للكيك. مش هنضيف الكوبايتين كاملين لان احنا هنبقى عايزين الكيكة بتاعتنا هشة مش تقيلة في ايدينا. بقلب بقى كل المقادير دي في اتجاه واحد كده لحد ما تختلط معانا كل المقادير. وبعد ما قلبنا المكونات كلها مع بعض وتأكدنا ان كل المكونات امتزجت مع بعضها وهو ده القوام المظبوط للكيك، هنركن الكيك على جنب وهنبدأ نحضر الحشوة بتاعة الكيك. لحشوة الكيك هنحط كده نص كوباية من السكر، وعليهم معلقة كبيرة من الكاكاو، وكمان معلقة كبيرة من القرفة. والكاكاو والقرفة لازم ننخلهم كويس جدا علشان نتجنب ان يكون في تكتلات او اي رواسب فيه. وهنا بقى حضرت القالب اللي احنا هندخله الفرن، وبطنته الاول دهنته بالزيت وبعد كده بطنته بالطبقة من الدقيق. بنحط بقى كده طبقة من الكيك في الاول، وبعد كده في النص نحط نص المقدار من الكيك. في النص بقى بنضيف الحشوة بتاعة الكيك اللي هي حشوة السينابون. بوزعها كويس جدا، والطبقة بتاعة الحشوة تكون طبقة سميكة ما تبقاش رفيعة علشان تظهر معاكي، وكمان تبقى ريحتها وطعمها واضح معانا. وبعد كده هضيف النص التاني من الكيك، هضيفه بالمعلقة او الاسباتولا كده علشان نتأكد ان المكونات بتاعة الكيك مش هتختلط مع الحشوة. في الفترة دي بقى بكون مسخنة الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، وسايباه يسخن حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. هحط بقى الكيكة كده في الرف الأوسط، وهتفضل في البوتاجاز لحد ما تستوي. ممكن تاخد من ساعة إلا تلت لساعة إلا ربع. بعد نص ساعة بتختبريها، ولو لقيتيها استوت بتطلعيها، لو لقيتيها لسه ما استوتش طبعا بتسيبيها لحد ما تكمل سواها. هنا هي خدت معايا حوالي ساعة إلا تلت. هنا بقى بعد ما الكيك بتاعنا طلع هحاول بقى نقلبه على طبق التقديم علشان نبدأ نحط عليه الصوص بتاعنا. الكيك بقى طالع لونه تحفة جدا، وكمان هشة الكيكة طالعة هشة وتحفة. بستنى على الكيك كده لحد ما يهدى شوية، وبعدين افتحه كده او اعمله فتحات بالسكينة، وهسقيه بنص كوباية من الحليب. وطبعا الحليب بتاعنا مش مضاف له سكر ولا اي حاجة، لان الكيك بتاعنا مليان سكر وغني جدا بالسكر، وكمان هنضيف له صوصات تانية، فمش عايزة نسبة السكر تبقى زيادة عن اللزوم. بعد ما اتأكد بقى ان الكيك بتاعنا برد تماما، هنبدأ نزينه بالصوصات اللي احنا عملناها. حطيت الاول الصوص الابيض اللي انا عملته معاكم في اول الفيديو، بزينه بقى كده وبغطي الطبقة الاولانية كده تكون من الصوص الابيض. وبعد كده بقى هضيف عليه صوص شوكولاتة انا كنت عاملاه، والصوص انا عملته بنفس الطريقة اللي عملت بيها الصوص الابيض.
عبارة عن كاكاو ولبن وزيت، بتحطي نص كوباية من كل حاجة وبتضربيهم في الخلاط لحد ما القوام يتقل. لحد هنا بقى وكيكة السينابون كده خلاص جاهزة معانا وبقت تمام. لو انت بقى حابة تزيني الوش بتضيفي اي نوع مكسرات يكون عندك. انا هنا بقى زينت الوش بحبة لوز كانوا عندي في التلاجة، رحت قاسمة اللوز كده بالنص وحطيته كده كتزيين للوش. ودي حاجة اضافية، لو انت مش عايزة تحطيها يبقى خلاص الكيكة بتاعتك لحد هنا تبقى جاهزة، وطعمها وشكلها هيبقى تحفة جدا. هنبدأ بقى نجهز مع بعض كده كوباية نسكافيه نشربها مع الكيك. وتعالوا بقى كده نقطع الكيكة مع بعض ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. وزي ما انتوا شايفين طبقة الكيكة من جوه كانت عاملة ازاي. الكيك طالع هش جدا ولونه فاتح من جوه، وكمان الحشوة اللي جوه طالعة زهرة وكان شكلها خطير. شكل الكيك من جوه كان خرافي، وكمان طعمها كان خطير جدا. تعالوا بقى مع بعض نطمن على الطعم ونشوف اخبار الطعم كان ايه. انا خدت اول خرطة كده من الكيك وحبيت اطمن على الطعم، لقيت طعمها كان خطير. بس برضه حبيت اعرف رأي الناس اللي حواليا، فبقيت ادوق ولادي واقول لهم رأيكم ايه. لقيتهم بيقولولي الكيكة طعمها تحفة يا ماما. الحقي بقى كلي لك خرطة كده من الكيك علشان انتي بعد كده مش هتلاقي منها اي قطعة. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.